السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتونا من الفيديو اللي فات. بصوا يا بنات، هنعمل مع بعض صينية بطاطس كده بالفراخ، حية كده فاخر من الاخر. تنفع في عزومة، تنفع في مناسبة، تنفع في اي حاجة. المهم ان هي الصينية دي كده جميلة جميلة ما شاء الله، طعمة حلوة قوي قوي قوي. اللهم صل على النبي. انا جبت في الوراك كده، غسلتها وحطيتها بميه وملح وليمون ونقعتها. وبعد كده هقول لكم على التتبيله بتاعتها اللي تخليها تحفه دي. معانا ليمونه قشرتها، ومعايا بصلايه صغيره، ومعايا طماطمايه، ومعايا قرن فلفل اللهم احمر. صل بعد كده وسلم هحط على التوابل بتاعتها. نبينا هحط ورق محمد. لورا، هحط السبع بهارات، هحط توابل الفراخ، هحط ملح وفلفل، هحط كمون، هحط كل التوابل اللي عندك اللي هي تنفع هحطها. بعد كده هحط سنة من السكر، نص معلقة من السكر، ومعلقتين من الزيت، وهضربهم كده في الكبة زي ما انتوا كده شايفين. انا خدت كده 3/4 التتبيلة دي، وهخلي الربع التاني هعمل بيه البطاطس. هدعك الفراخ كده، طبعا مش البطاطس، الفراخ مشققاها كده من النص عشان التتبيلة تدخل فيها يعني. الورك كده قطعاه كده، كام قطعاه كده عشان التتبيلة تدخل فيه. بعد كده يا بنات ايه، هسيبها كده كد ساعة نص ساعة على حسب الظروف ما تسمح لك. بعد كده جبت بصلاية قطعتها، وقرن فلفل رومي، وحطيت عليهم ملح، وحطيت عليهم السبع بهارات، وحطيت عليهم بهارات الفراخ. وبعد كده دعكت بيهم، لان لما تدعكي بيهم الدعكه دي كده الصينيه بتبقى جميله جدا جدا، غير لما تحط البصل كده سبحان الله. بعد كده جبت التتبيله اللي انا عاملاها للفراخ، حطيتها على البطاطس، دعكتها زي ما انت كده شايفه. بعد كده رصيت عليها الفراخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد كده يا بنات حطيت 3 4 طماطميات كده تاني، ضربتهم في الكبة وحطيتهم على البطاطس والفراخ، وحطيتها على عين البوتاجاز الأول. هتاخد 3/4 سوا. بعد كده هشغل عليها الفرن، هديها يعني تستوي شوية في الفرن تاني. وبعد كده شغل عليها الشواية، تطلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه والجمال ده كده. وتحط لها كمان فحماية، بتبقى طعم وريحة المشويات زي اللي بتجيبيها من بره، واحلى بكتير. يلا ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة. لو عجبتكم صينية البطاطس ده، لايك واشتراك في القناة، تنورونا وتكترونا. بص يا بنات، والله الفراخ زي ما تكوني جايباها من عند الحاتي بالظبط. طعمها تحفة 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 ما شاء الله. الطعم حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. والبطاطس جميلة ومستوية كده زي ما انتوا شفتوها كده، دايبة دوب كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وادي شكلها كده النهائي ده، بصوا جميلة جدا جدا. ممكن تاخدوا من الصوص ده وتلمع الفراخ ده كده، بس انا ما خدتش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.